اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله نظام غذائي حسب سعراتك لنزول الوزن وخساره الدهون، اللي بتشرح لك جدول غذائي كامل صحي ومحسوب السعرات الحراريه والماكروز حسب سعرات نزول وزنك، وطبعا بدون حرمان، عشان تقدر تنزل في الوزن وتخسر دهون بطريقه صحيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة فيت اند ايت، القناة اللي بتهتم بمحتويين بالفتنس والدايت وتغذية وبناء العضلات، وكمان بنعمل مراجعات عن المطاعم وبنقارن وجبات ومطاعم مختلفة وبنجرب وجبات ومنتجات جديدة وغريبة. فلو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. دي سلسلة نظام غذائي كامل حسب سعرات نزول وزنك، والسلسلة هدفها إنها تشرح لك نظام غذائي صحي ومحسوب لخسارة الدهون وبدون حرمان. بس حابب انوه الاول ان في نظامين او حالتين، في سلسله او نظام معمول لو انت شخص مش مهتم ببناء العضلات او مش بتروح الجيم بس عايز تخسر وزن ودهون بطريقه صحيه، فهتروح لسلسله انظمه غذائيه بروتين متوسط او سلسله انظمه غذائيه خساره الوزن. اما انت لو شخص مهتم ببناء العضلات وبتروح الجيم فهتروح سلسله انظمه غذائيه للتنشيف بروتين عالي، وهيكون مذكور فيها كمان نسب الماكروز. ومبدئيا المقدمه والنهايه لفيديوهات السلسله دي هتكون واحده. اولا ده جدول دايت لسعرات نزول الوزن، السعرات دي طبعا البروتين متوسط، يعني للاشخاص اللي مش مهتمين ببناء العضلات ومش بيروحوا الجيم بس عاوزين يخسروا دهون بطريقه صحيه او يعملوا دايت يعني. وان شاء الله السلسله هتضم كل انظمه السعرات الحراريه لنزول الوزن وخساره الدهون، فتابعها اول باول وفعل الجرس عشان لو نزل الجدول المناسب ليك يوصلك اشعار. طيب ونعرف سعرات نزول الوزن منين؟ هتروح لفيديو حساب السعرات الحراريه عشان تحسب سعرات ثباتك، وبعدين تنزل منها 500 سعره حراريه، فدي تبقى سعرات نزول وزنك. هقول لك مثال عشان اقرب لك الصوره اكتر. انت شفت فيديو حساب السعرات الحراريه وركز في النقطه دي قوي، وطلعت سعرات ثباتك او سعرات ثباتك مثلا 2000 سعره حراريه، فدي السعرات الحراريه لو انت اكلتها تثبت في الوزن، يبقى تنقص منها 500 سعره حراريه ودي تبقى سعرات نزول وزنك اللي هي 1500 سعره حراريه. وبعدين هتروح على سلسله الانظمه الغذائيه وتختار الفيديو اللي يناسب سعرات نزول وزنك وبس. طب افرض سعرات نزول وزنك مثلا مش 1500 ولا 1600، 1550 وكده، يعني لو مثلا 1560 واقل يبقى تخليها 1500، انما لو اكتر من 1560 وانت طالع يبقى تخليها 1600. يلا نبدا شرح النظام. عدد الوجبات في النظام هيكون في فطار وغدا وعشاء واتنين سناك. الاول هيكون فيه ملاحظات مهمه قبل ما نشوف النظام. اول نقطه معانا النظام ال 1700 فما فوق اللي هو 1900 و800 و900 و2000 مناسب اكتر للاوزان العاليه. طيب دي فاهمينها. اما ايه حكايه كانظمه تثبيت وزن؟ دي ان شاء الله هتفهمها لما تخلص الدايت وتيجي تثبت الوزن، في فيديو انا عامله لتثبيت الوزن بعد الدايت، فان شاء الله لما تشوف الفيديو هتفهم النقطه دي معناها ايه. ملاحظه مهمه طبعا، ضروري انك تسمع الملاحظات على الجدول، لان في ملاحظات بقولها ما تكونش مكتوبه، فما تجيش مثلا على الوجبات زي وجبه الفطار او وجبه الغداء او وجبه العشاء انك تاخد سكرين شوت من غير ما تسمع الملاحظات، لان في ملاحظات مش مكتوبه، فلازم تسمع كويس قوي انا بقول ايه وتسجل معايا. وفي برضه في اخر النظام ملاحظات تانية مهمه غير الملاحظات دي. في النظام هتلاقيني كاتب لك 100 جرام رز، او مثلا 12 معلقه رز او 12 معلقه مكرونه او 5 معالق فول وكده. يعني انا مش هقول لك 100 جرام واسيبها عايمه كده ليك انك توزن الاكل بتاعك او تقدر شكله، ممكن يكون ما عندكش ميزان مطبخ. برضه مش هقول لك 5 معالق كبار ولا 5 معالق صغار واسيبك انت ايه تحط المعلقه على راحتك. لا، انا في اخر الفيديو هتلاقي فيه صور المعالق وصور الاطباق وكل حاجه. يعني مثلا معلقه الرز تعمل زيها بالظبط، تاخد نفس كميه الرز اللي موجود في المعلقه، لان النقطه دي مهمه جدا جدا، واي حاجه هتزودها عن اللي موجود في الصوره يبقى كده النظام باظ يعني من الاخر. في تعليق مثبت هيكون في كل نظام، التعليق ده هيكون فيه ملاحظات ممكن اكون نسيت اقولها او توضيحات، او لو حد سالني استفسار مهم في التعليقات وانا لقيت الاستفسار ده مهم فعلا هتلاقيني حاطه في التعليق وردد عليه. فدايما دايما تابع التعليق المثبت لان على طول هعدله بالملاحظات الجديده. عندنا اول حاجه الممنوعات. ممنوع انك تزود او تحذف اي حاجه من الجدول حتى لو حاجه بسيطه، يعني انك تزود معلقه سكر تقول يا عم ده معلقه سكر مش مشكله، لا. ولا حتى زيت الزيتون، ممكن تقول ان زيت الزيتون ده صحي فانا ممكن احط لي معلقه ولا اتنين ولا احط براحتي، لا. الجدول زي ما هو ما تزودش عليه، وفي نفس الوقت برضو ما تحذفش اي حاجه من الجدول سواء وجبه او سناك او حتى معلقه زيت الزيتون اللي انا حاططها في الجدول. ممكن تقول دي معلقه زيت الزيتون مش مهمه، يعني لا، انا حاططها لهدف معين، ان يكون عندك دهون صحيه، لان طبعا الماكروز مهم ان تكون محصوره في الجدول، بروتين ونشويات ودهون صحيه، فما تزودش حاجه ولا تحذف حاجه. الممنوعات اللي جايه دي كلها ممنوعه معاها طبعا في اليوم الفري.
المقليات طبعا زي الفلافل او الطعميه او الفراخ المقليه، السمك المقلي، البطاطس المقليه، الفرايز، اي حاجه مقليه ممنوعه. ممنوع اللحوم المصنعه زي اللانشون والبسطرمه والسجق وغيره. الجبن المصنعه زي الجبنه الشرايح اللي هي بتاع البرجر، او الجبنه اللي بتكون في الكوبايات او الجلاصات، برضه ممنوعه. والجبنه المطبوخه زي الجبنه الرومي. اللي مسموح بس الجبنه القريش والجبنه الفيتا. الفواكه المجففه ممنوعه، زي القراصية، زي التين المجفف، زي الزبيب، المشمش المجفف، الكلام ده كله. المكسرات المملحة والمدخنة. المسموح بس المكسرات النية. ساعات لما بتعمل لحمة أو بتعمل فراخ، طبعا بيكون في شوربة، يعني شوربة لحمة أو شوربة فراخ، برضو ممنوعة كل أنواع الشوربة. شوربة فراخ، شوربة لحمة، كل ده ممنوع. وبرضو الدقوس اللي هو بيكون الصلصة الحمراء، اللي هو بيجي مع المشبوس الكويتي أو الكبسة السعودية مثلا. أو في مصر لما يكون بتعمل بطاطس بصلصة أو كده، برضو ده كله ممنوع. طبعا زي ما قلنا بس مسموح في اليوم المفتوح او في الوجبة المفتوحة زي ما هنشوف. في ثوابت في النظام لازم تفتكرها، يعني اوعى تنسى الشريحة دي، ده حاجة مهمة جدا. طبعا المية، يعني ما تتخيلش اهميتها. يعني ما تجيش تطبق النظام وما تهتمش بالمية وتقول انا ما بنزلش وزن ليه. لازم اقل حاجة 2 لتر مية، ده اقل حاجة خالص، يا ريت بقى تخليهم 3 وفوق. بس ما تشربش المية كتير في وقت واحد. يعني ما تروحش تشرب لتر كده مرة واحدة، لا، يعني قسمهم على مدار اليوم، كل نص ساعة مثلا كوبايتين ولا حاجة. اليوم الفري او الوجبة المفتوحة هتبقى كل اسبوعين، وان شاء الله هتكلم عنها في اخر الفيديو. دي برضو من الثوابت، وده مهم جدا زي ما قلت في الملاحظة الاولانية. عندك معلقة كبيرة زيت زيتون، وانا برضو هحط لك صورة المعلقة في اخر الفيديو. هتقولي طب يعني ايه استخدامات المعلقة ديت؟ يعني مش هقول لك تشربها، ممكن تحطها على السلطة، ممكن تقلي بيها البيض زي ما هنشوف، تقلي بيها الفشار، تحطها في تتبيلة الفراخ، في تتبيلة اللحمة، في السمك. ليك معلقة واحدة طول اليوم، مش مع كل وجبة. والله مش عايز تحط زيت زيتون، ممكن تحط 9 حبات وسط زيتون مع الفطار او مع العشاء براحتك، او 11 حبة من اللوز او الكاجو، تاخدهم كسناك. طبعا قلنا طول اليوم. عندك بقى ممكن تحلي المشروبات بايه؟ 2 معلقة صغيرة سكر، او معلقتين عسل، طبعا يكونوا صغيرين، وصورتهم موجودة في اخر الفيديو. ده برضو طول اليوم، يعني مش مع كل كوباية شاي تحط لي معلقتين سكر، لا. ممكن تقسمه معلقة في الفطار ومعلقة في العشاء، او معلقتين مرة واحدة، المهم ما تزيدش عن معلقتين سكر في اليوم. نبدأ بقى في النظام. اول حاجة عندنا الفطار طبعا. ده الثوابت، يعني ده لازم تعمله كلهم، الاتنين دول. انما اختيارات النشويات واختيارات البروتين تختار بس حاجة من الاربع حاجات دول. وفي البروتين برضو تختار حاجة واحدة بس، مش تختارهم كلهم، لا، حاجة واحدة. طبعا الثوابت 2 كوبايتين ميه قبل الفطار بنص ساعة، من 20 دقيقة نص ساعة يعني. وطبق سلطة خضراء يكون فيه خيارة وطماطم وأوراق خضراء زي الجرجير والخس والسبانخ. كل الحاجات دي تقريبا، لا، كلها هيكون ليها صورة في آخر الفيديو. الصورة لرغيف العيش، صورة للتوست. الشوفان يكون 40 جرام لو عندك ميزان مطبخ. وهنشوف برضه شكل المعلقة ازاي. الكورن فليكس يكون اللي هو الشركة دي كيلوجز كورن فليكس، او اي شركة تانية او اي براند تاني، يكون سعرات الحرارية 380 لكل 100 جرام. اكتر من كده ما تستخدموش. تمام. البيض ممكن تقليه او ممكن تسلقه. لو استخدمت معلقة زيت الزيتون المسموحة لك طول اليوم، او نص معلقة كده يعني. جبنة قريش هوريك برضو شكل المعالق. الفول برضو سادة، بدون طحينة وبدون زيت، بدون طماطم، بدون بصل، بدون اي اضافات. فول سادة زي ما هو كده. تضيف انت عليه بقى التوابل، ملح، كمون، فلفل اسود، براحتك، او معلقه زيت الزيتون المسموحه لك. بالنسبه لعلبه الزبادي، انا قصدي 125 جرام، ده وزن العلبه، او صافي العلبه، يعني علبه ونص من ال 125 جرام، بيكون طبعا قليل الدسم. نيجي بقى للغدا. نفس الكلام، كوبايتين ميه، ونفس طبق السلطه، والجزر هيكون نص جزره اختياري. او بدل طبق السلطه في عندك خيار تاني، انك تعمل طبق خضار مسلوق، طبق صغير طبعا، يكون مسلوق او مشوي من الخضار اللي موجود ده، اللي هو كوسه او سبانخ، فاصوليا خضراء، باميه، بروكلي،
او القرنبيط او الزهره او الملوخيه تكون بدون شوربه. كحد اقصى 250 جرام يكون وزن قبل الطبخ. وانا بفضل الخضار ده عشان طبعا يحسسك بالشبع اكتر، او طبق سلطه يعني براحتك. المهم تاخد حاجه من الاتنين دول، يا اما خضار مسلوق طبعا ني في ني بدون اي اضافات ولا زيت ولا اي نوع من انواع الشوربه، بس البهارات اللي هو ملح فلفل اسود براحتك يعني، البهارات عادي مفيش مشكله، انما ولا اي صوص ولا اي شوربه. بس اساس الكلام ده كله نشويات. بس في نقطه الاول قبل ما اتكلم عن الغدا، دي نقطه مهمه جدا. في ناحيه البروتين، انا عامل لك بروتين حيواني وعامل لك بروتين نباتي زي ما هنشوف يعني. خلص اول بروتين حيواني نتكلم عنه، بعد كده هنروح للبروتين النباتي. انا مش قصدي انك تاخد حاجه من البروتين الحيواني وبعدين تاخد حاجه من البروتين النباتي، لا، انت هتاخد حاجه من دي او حاجه من دي، او زي ما انا كاتب لك نص من البروتين الحيواني. يعني مثلا 100 جرام صدور فراخ بعد طبخ، 100 مش 200، مع مثلا 45 جرام فاصوليا بيضة. تمام، دي نقطة مهمة جدا لازم تعرفها. نتكلم بقى عن البروتين الحيواني، بس الأول نتكلم عن نشويات. أظن واضح الكلام، مش محتاج أشرح كتير يعني. هوريك شكل المعلقة، لو عندك ميزان مطبخ تمام مفيش مشكلة. ده الرز المصري والرز البسمتي. المكرونة تكون مكرونة مسلوقة بدون أي إضافات، ولا صلصة طماطم ولا معجون طماطم ولا الصوص بتاعها الأبيض ولا صوص أحمر ولا أي حاجة، مسلوقة زي ما هي كده. ممكن بقى ربع كمية النشويات، يعني مثلا ممكن 3 معالق مكرونة مع بطاطساية صغيرة مسلوقة، يكون حجمها يكون وزنها 100 جرام قبل الطبخ. بالنسبة للبروتين، صحيح، بالنسبة للفطار عشان نسيت حاجة، انا حاطط هنا كورن فليكس وحاطط شوفان، وحاطط هنا يعني ممكن تاخد مثلا 4 معالق شوفان معاهم كوباية حليب خالي الدسم كده يعني. فانت تختار حاجة من هنا وتختار حاجة من هنا. نفس الكلام هنا برضه، تختار حاجة من هنا وحاجة واحدة من هنا. كنا بنقول لو انت اكلت في الفطار والعشاء بيض خلاص ما تاكلش في الغدا. انت في اليوم كل 3 بيضات بس، سواء بقى في الفطار اكلت 2 في العشاء واحدة، تمام. انما هتاكل 3 في الغدا خلاص ما تاكلش بقى في الفطار ولا تاكل في العشاء. بالنسبة لعلبة التونة، بتكون وزنها 100 جرام صافي، 1.5 يعني 150 جرام. في علب تونة هتلاقي مكتوب الوزن الصافي 100 جرام، دي اللي انا قصدي عليها. بالنسبة للفراخ طبعا بدون جلد، ويكون مشوي او مسلوق بطريقة صحية، وما نشربش الشوربة اللي بتتسلق مع الفراخ ابدا. بالنسبة للدجاج المجمد، انا قصدي في دجاج او فراخ بيكون مجمد زي عندنا مثلا في الكويت شركة سادية، بيكون مكتوب عليها بره 1200 جرام، 1300، 1400، 1800 جرام كده يعني. فانت مسموح لك من 1200 ل 1400. طبعا مش الفرخه كلها تاكلها، لا يعني ده ربع الفرخه بس، الفرخه يكون وزنها 1200 ل 1400. لو هتشتري دجاج حي يبقى تقول للراجل انا عايز فرخه من كيلو ونص ل 2 كيلو. ده وزن الفرخه طبعا قبل ما تتذبح. والله ساعات بيكون في صدور فراخ مجمده، ممكن انت تعمل 200 جرام بس يكون وزنهم بعد الطبخ او بعد الشوي، طبعا من دون جلد وعظم لانهم بيكونوا اصلا مخليين. السمك هنشوف صورته في الاخر. تعمل سمكات بلطي وسط مشوي او صينيه بدون زيت او معلقه الزيت اللي مسموحه لك طول اليوم. بالنسبه للحمه لازم تكون بدون دهن، لحمه حمراء بدون دهن، لحمه متوسطه، وزن القطعه تقريبا 50 جرام، قطعتين طبعا. الثلاث حاجات دول انا مش حاطط لهم صوره لحد دلوقتي، فهتابع زي ما قلت لك التعليق المثبت، وتابع برضو وصف الفيديو او الديسكريبشن ان شاء الله. لو حطيت صوره ليهم حطهم في الوصف وفي التعليق المثبت. نيجي بقى للبروتين النباتي، طبعا نفس كميه النشويات لو انت هتاخد نشويات. لو انت بقى في يوم عاوز تاخد بروتين نباتي ممكن تاخد حاجات من الحاجات دي، ودي طبعا يعني انا لسه برضه ما حاططلهمش صور. ان شاء الله في المستقبل او في الجداول الجايه او في الديسكريبشن والتعليم المثبت هبقى احط صورهم. ده وزنهم قبل الطبخ وبيكونوا غير معلبين. نيجي بقى لوجبة العشاء. طبعا الثوابت هي نفس الغداء، طبق السلطة او الخضار. وبالنسبة للنشويات والبروتين فهو نفس الفطار.
ونفس النشويات ونفس كميه البروتين. بس يا جماعه بالنسبه للسلطه او الخضار محدش يهملها، لان دي من الثوابت، دي مهمه جدا ومحسوبه من ضمن السعرات الحراريه. نيجي هنا بقى لنقطه مهمه اللي هي السناكس. احنا زي ما قلنا عندك 2 سناك، بس ممكن يبقوا 3 لو انت ما خدتش معلقه زيت الزيتون، او 9 حبات زيتون، مش 8، 9. لو انت ما خدتش معلقه زيت الزيتون او 9 حبات زيتون، هتاخد لك 11 حبه لوز او كاجو، زائد يا اما فشار تعمله بدون زيت او بمعلقه الزيت المسموحه لك. هوريك شكلهم في الاخر، ده شكل ذرة الفشار مش شكل الفشار نفسه، يعني قبل الطبخ. مش عاوز انك تعمل فشار، ممكن فاكهه. انا مش هقول لك كل نوع معين من الفاكهه، كل موزه، كل تفاحه، كل برتقانه، بس لا، انا سيبها لك مفتوحه، عاوز تاكل اي نوع من الفاكهه براحتك، بس تكون 150 سعره حراريه بس من الفاكهه. ركز في النقطه دي. انا عامل سلسله اسمها 100 سعره حراريه من الاكل، في فيديو اسمه 100 سعره حراريه من الفاكهه، ليه جزئين. هتشوف شكل ال 100 سعره حراريه من الفاكهه، وتزود عليه نصها بحيث يبقى 150 سعره حراريه. يعني مثلا لو ال 100 سعره، مثلا يعني مش دي الحقيقه، يعني لو 100 سعره بيمثلوا تفاحه حمراء صغيره، يبقى ال 150 تفاحه ونص. وعندك السناك التاني اللي هو السناك المرن، ممكن تاخد شوكولاته، بسكوت، عصير، اي حاجه تكون 150 سعره حراريه. وطبعا الشوكولاته والبسكوت والعصير والكلام ده بيكون في الغلاف ورا مكتوب السعرات الحراريه. يعني مثلا لو شوكولاته جالاكسي مثلا 200 سعره حراريه، هيبقى نصها 100 سعره حراريه. الكارديو او الرياضه، انا مش هقول لك يعني هيلعب كارديو عنيف او اجري او نط الحبل او اتعب نفسك، لا، هو المشي السريع. انا بس عايزك تمشي مشي سريع بالتدريج، هفهمك يعني دلوقتي. اول اسبوع هتبدا 20 دقيقه، يكون مشي متواصل، اهم حاجه يكون المشي متواصل لمده 20 دقيقه، ويكون مشي سريع برضه. ده اول اسبوع. بعد كده هتزيد 5 دقايق، يعني الاسبوع التاني تخليه 25 دقيقه، اللي بعده 30 دقيقه، وكده يعني لحد ما توصل لمده. دي نقطه مهمه جدا برضه لازم تعرفها، توصل لمده تستمر عليها بعد الدايت. اهم شيء انك تستمر عليها بعد الدايت. يعني انت جيت مثلا 30 دقيقه، هل هتقدر تكمل بعد الدايت 30 دقيقه كل يوم؟ مفيش مشكله، خلاص يبقى خليك على 30 دقيقه. وصلت 40 دقيقه، هل انا هقدر بعد الدايت اكمل 40 دقيقه مشي كل يوم؟ لا مش هقدر، يبقى خليك في 30 دقيقه. طبعا اقصى مده توصلها هي ساعه مشي متواصل، او ساعه ونص، كل نص ساعه في وقت مختلف. اهم حاجه يكون كل نص ساعه لما تمشيهم يبقى متواصل. طيب دلوقتي نقطه مهمه، هل هتنزل في الوزن لو ما لعبتش رياضه؟ ايوه ان شاء الله هتنزل، بس المشي هيخلي الموضوع اسرع وهيفيد قوي في الدايت والصحه العامه. انت اخرك يعني ممكن 20 دقيقه تمشيهم يعني، وتقف على كده، مفيش مشكله. وانت مش قادر انك تزود اكتر من 20 دقيقه في اليوم، مفيش مشكله. في ملاحظات مهمه جدا بقى لازم تعرفها بعد النظام. اليوم المفتوح بيكون مره كل اسبوعين، وفي فيديو في القناه انا شارح اليوم المفتوح بالتفصيل، لان اليوم المفتوح مش معناه انك تاكل براحتك. دي نقطه مهمه جدا. هتفتح فيديو اليوم المفتوح او اليوم الفري في القناه، موجود في سلسله دايت بدون حرمان. بفهمك ازاي تقدر تعمل اليوم المفتوح. تثبيت الوزن ده ان شاء الله هيكون فيديو لوحده، انك بعد ان شاء الله ما تخلص دايت وتوصل للهدف اللي انت عايزه، ازاي تقدر تثبت وزنك. دي نقطة مهمة برضو، كل ما تخسر 4 كيلو من وزنك تنقص 100 سعرة حرارية. طبعا اخر حاجة 1200، يعني ما تقلش عن 1200 ابدا. لو وصلت 1200 تبدأ تزيد خطوات اليوم، او تضيف حصة كارديو زي الجري او نط الحبل. يعني انت دلوقتي كنت مثلا يعني زي ما قلنا 72 كيلو، والله وصلت لحد 68 كيلو، تبدأي تروحي نظام ال 1200. تمام، ده مثال يعني. بعد اسبوع لو ما نزلتش وزن لا قدر الله، تراجع تاني سعرات ثباتك وتشوف هل انت حسبتها صح ولا لا. وبعد كده لو انت حسبتها صح، يبقى تنقي نظام اقل في السعرات، اقل ب 100 سعره. دي نقطه مهمه جدا. الصوره اللي جايه هتكون فيها اشكال المعالق والاطباق، فانت لازم تلتزم بالشكل ده. ضروري جدا تلتزم بشكل المعلقه او شكل الطبق الموجود. طبعا اهم حاجه في الدايت هو الاستمراريه. انت مشيت اسبوعين وقفت ولا كانك عملت اي حاجه. التزم بالدايت لحد ما توصل لهدفك ان شاء الله، وانا حاطط لك يوم فري كل اسبوعين.
نيجي بقى المعالق والاطباق. وطبعا قلت لك ده موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني شايف معلقه الرز دي شكلها، طبعا احنا تقريبا كل بيت عنده المعلقه دي معلقه كبيره. ده الرز المصري. شوف شكل المعلقه، معلقه ممسوحه مش معلقه مليانه. نفس الكلام للرز البسمتي. الشوفان معلقه مليانه. المكرونه تقريبا 10 حبات مكرونه اللي هي الوسط. الفول 5 حبات فول في المعلقه. معلقه زيت الزيتون تكون معلقه كبيره مليانه. ده شكل يعني صدر الدجاج. انا قايل لك الاوزان. طبعا نشيل الجلد ونشيل الجناح، ضروري جدا. قطعة اللحم بدون دهن ده شكلها تقريبا 50 جرام بعد الطبخ. شكل السمك اللي هو الحبة الوسط. علبة التونة تكون 100 جرام صافي، 100 جرام. طبعا كلنا عندنا الكوباية دي، الكوباية الفرنسي. دي كوباية حليب كاملة، لو 3/4 يبقى لحد هنا، نص لحد هنا. دي بطاية 100 جرام صغيرة. كل ده واضح. ده دور الفشار يكون معلقة ممسوحة برضه. برضه معلقة السكر تكون معلقة صغيرة وتكون ممسوحة. معلقة العسل برضه معلقة صغيرة ممسوحة. خد بالك هنا قوي قوي من معلقة الجبنة القريش، برضه معلقة ممسوحة. والجبنة الفيتا بالذات يعني سعراتها عالية جدا، فخد بالك من شكل المعلقة. ده شكل 100 جرام جبنة قريش، وانا بفضل الجبنة القريش عشان فيها بروتين اكتر، وعشان هتحسسك بالشبع اكتر. غير كده يعني في الفطار انا قايل لك تقريبا 120 جرام جبنة قريش، يعني تقريبا الطبق ده. انما لو جبنة فيتا 50 جرام هتلاقيهم حاجة بسيطة جدا يعني، مش هتشبعك. الكورن فليكس برضو معلقه ممسوحه، وده البراند اللي قلت لك عليه. ممكن تغيره لو يكون 380 سعره حراريه في ال 100 جرام. طبعا السموك تركي كلنا عارفينه. وتقريبا ده اخر الفيديو، ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ولو عندك اي استفسار اكتبه تحت في التعليقات. وبكده نكون خلصنا شرح النظام الغذائي او جدول الدايت. وبرجع انبه ان الجدول ده للسعرات دي لنزول الوزن وخساره الدهون. طبعا سعرات نزول الوزن مش سعرات ثباتك. لو عندك اي استفسار بخصوص النظام ممكن تكتب لي تحت في التعليقات. وبرده ممكن تقول لنا تجربتك لو انت جربت النظام وخسرت وزن فعلا. وزي ما قلت لك تابع دايما التعليق المثبت، عشان لو في تعديل او اجابه على اسئله مهمه هتلاقيها في التعليق ده. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، ونشوفكم على خير ومع السلامه.